الفنانة فاتن فريد تعرف على عقوبة المتهم بقتل الفنانة. اشتهرت في فترة الثمانينات ومثلت مع كبار النجوم، والبعض أطلق عليها شبيهة وردة الجزائرية. وبعد أن كانت أخبارها تملأ صفحات الفن، تصدر اسمها في عام 2007 صفحات الحوادث، وكانت أشهر أغانيها نص كلامك كدب. يمر اليوم حيث لفظت أنفاسها داخل مستشفى الهرم بعدما تلقت عدة طعنات بالسكين في صدرها وبطنها على يد ياسر علي عبد الله البالغ من العمر وقتها 25 عاما، والذي كان يعمل موظفا في محطة بنزين يملكها زوج فاتن فريد. وكان سبب مقتل فاتن فريد وفقا للتحريات وبعد القبض على المتهم هو خلاف بين ياسر عبد الله وزوج الراحلة بعدما طرده من العمل، فذهب إلى منزله كي يترجاه للعودة فلم يجده، ووجد فاتن وقال لها إنه يرغب في العودة للعمل، لكن الحوار انتهى بمشادة حتى دفعته أرضا، وهو ما جعله يستشيط غضبا. ووجد الجاني سكينا ملقاة بصالة الشقة، أخذها وسدد طعنة نافذة بالبطن أخرجت أحشاء الراحلة، وسدد طعنة نافذة بالصدر، وحضرت ابنتها التي كانت تسكن بجوارها على صوت الصرخات وقالت لها ياسر قتلني، ثم راحت في غيبوبة ولفظت أنفاسها في المستشفى. وقال المتهم في اعترافاته: لم أقصد قتل المطربة فاتن فريد، فهي كانت إنسانة طيبة ولها مواقف كثيرة معي ووقفت من خلالها بجواري. أضاف: كنت أعمل عند زوج المطربة في محطة الوقود التي يمتلكها بشارع فيصل بعد حصولي على دبلوم الزراعة من بلدتنا بني سويف، ولم أتأخر عن خدمته في يوم من الأيام، حيث كانت أسعى لإرضائه، والحق يقال وقف بجواري كثيرا ولم يخذلني في طلب. استطرت القاتل. تزوج صاحب محطة تموين من المطربة فاتن فريد، وكانت أول مرة أشاهدها فيها عندما أرسلني زوجها بطلبات لها، وأتذكر يومها أنني طلبت منها إهدائي شريطا من أعمالها، وفعلا أعطتني شريطها الشهير نص كلامك كدب. وبدأت أتردد عليها كل يوم لتوصيل الطلبات لها، وكانت سعادتي لا توصف عندما أسمع صوتها، فأنا من المعجبين بصوتها وأدائها. وذكر القاتل حدثت المشاكل في منزل أسرتي ببني سويف، ما جعلني أسافر وانقطع عن العمل 4 أيام، وفوجئت بالحاج يستغني عن خدماتي، وقدمت له اعتذاري وعادني للعمل مرة أخرى، ولم أمكث سوى أسبوع في العمل. تغيبت خلاله يوما واحدا وطردني مرة أخرى، توسلت إليه أن يعيدني لكن أصم أذنيه وطردني، وأصدرت محكمة جنايات الجيزة وقتها حكما على المتهم بالسجن المؤبد. أتمنى يا رب أكون ضيفة خفيفة على قلوبكم دايما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.